البنات جربوا هاد الطريقه اللي غنعطيكم ديال الملوي، غتولي ان شاء الله معتمده عندكم. صراحه كيجي ملوي خطير. بشهاده الكليان ديالي اللي كياخذوا من عندي، غير تبعوا الطريقه وكنتمنى يعجبكم. الا جربتوه بطبيعه الحال يبقى ديما معتمد عندكم. المهم راه كنشكر خدمتي، ما نتسناش شي واحد يشكرني. شكر راسو وانا. المهم هادشي اللي كاين دابا. عندي هنايا كيلو ديال الفورص مع نص كيلو ديال الفينو مع طريقه ديال الخميره والملح على حسب الذوق. ما كنديرش السنيده، ما كنديرش البنات السنيده. والعجينه تدلك مزيان، ضروري تدلكوها مزيان. صافي نتلاقى معكم من بعد ما تشوفوا الطريقه ديال الخدمه. هنا بعد ما شكلتهم كويرات على هذا الشكل، انا الكويرات كنعبرهم. اصغر وحده كندير فيها 60 غرام. عندي هنا الزيت باش كنطلق والزبده مع خماره. كل 125 غرام كندير فيها خماره. وهذا الفينو باش كنرش. غندهن سطح العمل وكنورقها مزيان. ضروري المسمن اولا الملوي كيبغي يتورق. صافي وكدهنوا بالزبده. السر البنات ديال الملوي راه كيبغي الزبده. صافي وكنرش وكنعاود بالزبده وكنجمع الملويه على هذا الشكل. الطريقه البنات راه واضحه في الفيديو، غنعاود معكم واحد الوحده ثانيه. المهم العجينه تكون مدلوكه مزيان وتخلوها ترتاح واحد شويه، وحتى الكويرات ملي تشكلوهم تخلوهم يرتاحوا باش هكا كيجيكم ساهلين في الخدمه وما كيمحنوكمش. بعد ما كنسالي كندوز كنطيبهم. ما تنساونيش البنات من البارطاج الفيديو ومن اللايك ديالكم ومتابعه اللي ما متابعش الصفحه. وشكرا لكم بزاف. واللي بغات اي طلبيه مرحبا بها والف مرحبا. انا راه كاينه في مدينه بيرجديد. صافي هنا البنات بعد ما ساليت غنبدا نطيب. الملوي ما كيبغيش يتورق بزاف. هذا ملوي عندي صغير. مهم كنورقو غير واحد شويه صافي وكنطيبو. العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش منقوصه. الا كانت منقوصه العافيه راه ما كيتنفخش لكم الملوي. صافي هادشي اللي كاين البنات. الطريقه ديال الطياب هي هذه. كتبقاو تقلبوا فيه حتى كيتنفخ وتحمر على اللي بغيتو نتوما. تحمروا على اللي بغيتو تحمروا.